من فتره كده الشاب الجميل ده كان بيتعرض لتنمر شديد جدا، والحاله بتاعته اشتهرت قوي، وناس كتير جدا كانت بتطالب او عملت منشن لدكتور حسام ابو العطا في الفيديوهات بتاعته علشان يعالج يعني الحاله دي، لانه بيتعرض لتنمر شديد جدا بسبب مشكله عنده في الانف. يعني هو مولود اصلا كده، دي مش حادثه ولا حاجه يعني. ومشكورا دكتور حسام ابو العطا استجاب للمطلب ده، وفعلا قابل الشخص دوت زي ما بنشوف دلوقتي في الفيديو، وهيعمل له العمليه بتاعه الانف مجانا. فشوف الفيديو وتعالى بس اقول لك على كلمتين كده صغيرين بعد الفيديو ده. واتمنى برضو ان مثلا حد يشوف الفيديو ده، مثلا دكتور تجميل او حاجه، يشوف مثلا الفيديو ده ويتابع معايا ويشخص الحاله، ويشوف مثلا ممكن يعمل لها عمليه تجميل او كده، نحسن من شكلها بس مش اكتر يعني. عامل ايه؟ الحمد لله والله. يا إيه ابني الأخبار؟ التيك توك كله عمل لي 3 مليون مش كده؟ منشن عشان خاطرك. ليه؟ مش عارف الناس بتحبك ليه كده؟ عايزين اقابلك. عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله والله. كله الحمد لله. تمام؟ الحمد لله. يعني انا قعدت افتح لحد دلوقتي الكلام ده بقاله اكتر بالظبط. من شهرين. بالظبط. كل منشن. لحد انت ما رديت عليا، ولا لحد دلوقتي الناس بتابعت مني؟ لحد دلوقتي الناس برضه بقول بتابعت لهم رد مني. شكرا رد شكرا. الحمد لله. ازيك يا الحمد حبيبي؟ لله. الحمد عامل لله ايه؟ بخير والله. انت عندك كويس. كام سنه؟ عندي 20 سنه. تشتغل انت في كليه؟ اه كليه ايه؟ شرع وقانون. ما شاء الله ما شاء الحمد الله لله. ما شاء الله. طب كويس. اقعد بقى كده واحكي لي بقى معاناتك. انت مولود بالعيب الخلقي ده مش كده؟ بالظبط. وما عملتش فيه اي حاجه خالص ولا حاجه خالص. مفيش اي حاجه. انا مثلا مفيش ضيق تنفس مثلا، مفيش اي حاجه. هو بس المنظر العام بس مش اكتر. ماشي، بسيطه يا سيدي. زي الفل. عينيا. مش عايزين اكتر من كده. حاضر. معاك الاشعاعات بتاعتك مش معايا. كده؟ هشوفها في المكتب بقى. حاضر. ماشي يلا. مش مشكله. يلا بقى. هل دكتور حسام ابو العطا عمل كده علشان شهرة؟ بص يا صديقي، انا بقول لك الراجل ده مش محتاج شهرة نهائيا، لانه تقريبا هو الترند دلوقتي بقاله فترة. يعني كاشهر دكتور تجميل في مصر، ايا كان بقى الناس بتهاجم يعني على بعض الحاجات المعينة اللي هم شايفينها. لكن الراجل ده حرفيا مش محتاج شهرة نهائي. الراجل ده لو دخلت على التيك توك بتاعه، مفيش دكتور شفته في حياتي ولا انت حتى واصل للشهرة اللي هو وصل له، بسم الله ما شاء الله يعني على التيك توك، ربنا طبعا يزيده. والراجل ده راجل يعني عارف نفسه بيعمل ايه، وما شاء الله عنده المستشفى بتاعته، وهو مش محتاج خالص ان هو يتشهر. عملية تصليح الانف يعني اللي انا اعرفه السعر بتاعها عند دكتور حسام ابو العطا بيبدأ من 180 ألف جنيه. فكون دكتور حسام ابو العطا يوافق ان هو يعمل العملية لشاب يعني لسه في بداية حياته، طبعا غير مقتدر اكيد انه يعمل عملية بالشكل ده، والحالة بتاعته صعبة جدا. انت طبعا شفت الفيديو عامل ازاي، الحالة بتاعته صعبة جدا ومتعرض لتنمر شديد يعني. هو الراجل مشكورا كتر خيره. ولو الناس بتقول ان هو عمل كده عشان يتشهر، برضو انا مش شايف ان دي حاجة فيها مشكلة. مطلب نفسه كان على المنصات، فبالتالي هو لما يعمل حاجة المفروض برضو يعني الفيدباك بتاعتها برضو تكون على المنصات، ودي حاجة انا مش شايف انها غلط خالص. الحاجة التانية ان انا مبسوط جدا من المبادرة دي، حد في المكانة دي ما شاء الله، وحد في البوزيشن ده، وفي الاخر يوافق على حاجة زي كده. وما اعتقدش برضو على فكرة انها تبقى اخر مرة. فبالتالي من هنا نداء لكل دكاترة زراعة الشعر، يعني لو انت تكرمته وجالك اي حالة من الحالات اللي عندها المشاكل مش قادرة تعيش بيها وتتعرض لتنمر بيها وخايف يواجه حياته او يواجه الناس بالشكل ده، سواء كان جرح او كان حرق، وكان الشخص ده غير مقتدر على علاج الجرح ده او الحرق، فرجاء يعني ان الناس تعمل لهم العملية مجانا. اتمنى ان المبادرة دي تنطلق من هنا وما يكونش هدفها اي شيء خالص الا انها تكون لله، سواء الشخص ده وافق يتصور او ما وافقش يتصور. كفايه بس ان احنا ننشر الخير، وكفايه ان احنا نقول ان لسه الدنيا بخير. جالك حد عنده مشكله ومش قادر يواجه الحياه، وفي نفس الوقت ما معهوش الفلوس اللي يعمل بيها الحاجه، فانت ربنا ما ادالكش العلم ولا ربنا ادالك المكان اللي انت فيها دي بس علشان تكسب، لا، ربنا اداها لك وربنا هيبارك لك فيها ان شاء الله وتستمر لما انت كمان تعمل لله. دي مبادره، واي حد عنده مشكله لا قدر الله من الاثنين دول، حرق او جرح، مش في راسه يعني فروه راسه مش قادر يزرعهم، يتواصل معايا وان شاء الله انا هشوف له دكتور كويس جدا ويعمل له العمليه فور فري بدون اي فلوس، مش هيدفع حتى ربع جنيه. والحمد لله ده اللي حصل فعلا من فتره مع الدكتور محمد محمود ومع الدكتور محمد السيد، ربنا يبارك لهم ووفقوا انهم يعملوا عمليات لناس برضو عندها مشاكل
وكانوا غير مقتدرين. شكرا جدا، وان شاء الله قريب هيكون في لقاء شامل كامل مع دكتور حسام ابو العطا لاول مره، ودي حاجه انا اتشرف بيها في تاريخي على اليوتيوب. شكرا جدا، وفي الختام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.